کۆدەنگی لە بڕیاردا. سپاس بۆ ئامادەبوونتان. السادة زعماء ورؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية الكردستانية والعراقية، والسيدات والسادة الضيوف الكرام ومسؤولي المؤسسات الحزبية والحكومية، أيها الحضور الأفاضل، نرحب بكم أجمل ترحيب في المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكردستاني. بۆ ڕێزگرتن لە ژیانی پاک و خوێنی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کورد و کوردستان و عێراق و هەروەها گیانی پاچی قوربانیانی کارەساتەکەی دوێنێ حەمدانیە، چەند سادێک ڕاوەستین لەگەڵ پێشکەشکردنی سرودی نیشتیمانی کوردستان و عێراق. نقف إجلالا دقيقة صمت إجلالا وإكراما لأرواح شهداء كردستان والعراق ولضحايا كارثة الحمدانية مع عزف النشيدين الوطنيين لكردستان والعراق. زۆر سپاستانەکەین فەرموندانش. لە دەستپێکی کۆنگرەدا چەند ئاەتێک لە قورئانی پیرۆز بە دەنگی مامۆستا شیروان دەخوێنرێتەوە. با بفەرمێت. نستهل أعمال المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم يتلوها الملا شيروان. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. ئامادەبوانی خۆشەویست، ڤیددیۆیەک دەربارەی مێژووی پڕ لە شانازی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بینین پێکەوە. نشاهد الآن فيلما تسجيليا عن النضال المشرف للاتحاد الوطني الكردستاني. نیشتمانی کوردستان ڕێبەری کۆڵ لە دەری کوردایەتی و شۆڕشەکەیەتی نەکوا هەر بە شاخەوەیە و لە دەرەوەیە بەڵکو تا سەرکەوتن یا مردن تا بەدەستهێنانی مافەکانی دیموکراتی دەسەڵاتی گەلی کوردستان هەر درێژە بە خەبار دەدات و بە هەموو شێوەکانی خەبار دەکەوێت. دوێنێ نیشانماندان بە چ یەکێتیەک بە چ جارێکی بۆڵاین و ئەس بە مەسئولیەتی نیشتمانی و ڕۆڵەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان توندم دەست دەکرد بە هەڵقەی یەکێتی ناو یەکێتی. پارێزگاری کورد و کوردستان بۆ چەندنەوەی دیموکراسی بۆ عێراق و ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان سەکی گرتوۆتە دەر. وأتمنى لمؤتمركم العتيد النجاح في أداء مهامه الوطنية والديمقراطية والحزبية. سەرەتا کارمان شەرتێکی گرنگە بە تایبەتی ئێمە حیزبێکی سۆسیال دیموکراتی لە بۆ ئەوەی بتوانین لە کۆمەلگای سۆسیال دیموکراتی بە سەربەرزیەوە کارەکانمان ئەنجام بدەین ئەبێ ئیتیمامێکی چاک بە فکر بدەین بە بوژانەوەی فکر بدەین لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا و کارێکی وا بکەین گەشەپێدانی نەوعی چۆنایەتی لە ناو یەکێتیدا زاڵ بێت.
ومن نافلة القول أن من يساهم بشكل مباشر في التسبب بجرائم التعذيب والاختطاف والإبادة والترويع ومن يروج لذلك تحت أي وجهة لا بد أن يجد مكانه في أقفاص محاكم عادلة وليس بين الصفوفين. It was not easy. When we sat at the negotiation table, we all had our own views, differences and expectations. We talked. We sometimes disagreed, but we were committed to solving our differences through dialogue and compromise. ئامادەبوانی خۆشەویست لە کاتی پێشکەشکردنی وتارەکان دەتوانن سوود لەو ئامێرانە بگرن کە دانراوە بە هەر سێ زمان وەرگێڕانی بۆ کرێت بۆ زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزیش. دەستپێکی وتاری کۆنگرە وتاری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەلایەن هەڤاڵ بافڵ جەلال تاڵەبانیەوە پێشکەشەکرێت. با بفەرمێت. كلمة المؤتمر يلقيها السيد بافل جلال طالباني، فليتفضل. ما شاء الله. بناوی خوای گەورە و مێرەبان میوانە بەڕێزەکانمان تێکۆشەرەکانمان ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر زۆر بەخێر بێن بۆ کۆنگرەی پێنجی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئێمە بەیەکەوە لێرە کۆبوونێتەوە بە یەک ڕۆحیەت تا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەقووەت کەین و بەهێزکەین تا وەکو پێویست بتوانین خزمەتی میلەتەکەمان بکەین. ڕێزەگرین لە خوێنی شەهیدەکانمان، ڕێبازی مام جەلالە پارێزین، بە فەلسەفەی مام جەلال سیاسەتەکەی نوەژین، تێکۆشەرەکانمان، ماڵە شەهیدەکانمان، زیندانە سیاسیەکانمان، کەمەندامەکانمان، پێشمەرگەکانمان، دۆست و ڕەفیقەکانمان، میلەتەکەمان ئەقەینە سەر و سەر چاومان. ئەمڕۆ بەیەکەوە مەرحەلەیەکی تازە دەست پێەکەین. پێویستەکە میلەت ئاشتکەینەوە. پێویستەکە حزبەکەمان چەند یەک ڕیزە یەک ڕیزتری بکەین. دەست لە ناو دەست ئێمە ئەبێ ئامادە بین هەموو قوربانیەک بکەین بۆ گەلەکەمان، بۆ میلەتەکەمان. ئەلێرە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێویستە دەستی برایەتی و ئاشتی درێژ کات بۆ هەموو حزبەکانی کوردستان، بۆ هەرچی لایەک و لایەنێک کە باوەڕی بە یەکڕیزی و ئازادی هەیە. ئێمە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەبێ عیلاقاتمان بپارێزین و بەقووەتکەین لەگەڵ خوشک و برایەنەکانمان لە بەغداد.
ئەو ئیتفاقە استراتیژیەی کورد و شیعە ئەبێ گەشەی پێ بدەین، بەڵکو دەوڵەمەندیکەین. برا سونەکانمان، برا کریسیانەکانمان هەموو لایەک کە ئامادەیە بۆ یەکڕیزی و بۆ میلەت خزمەت بکات، ئێمە ئەبێ دەستیان بگرین و باوەشیان پیا بکەین و بۆ ئازادی و دۆمۆکراسی خەبات بکەین. هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەنە بەقووەتە کە لە پێش دوو ئینتیخاباتە کۆنگرە ببەستێت، لە ناو ئەم قەیرانە ئابووریە کۆنگرە ببەستێت. ئەوە ئیسباتیەکات چەند سقەمان بە یەکتری هەیە، چەند سقەمان بە کادرەکانمان هەیە، چەند سقەمان بە میلەتەکەمان هەیە. ئێمە ئەبێ دیفاع لە میلەتەکەمان بکەین، ئەبێ کوردستان بکەینە بە هەشتێک کە خەڵک بتوانێت بە ئازادی تیای بژی، کە بتوانێت بیر و بۆچوونی جیاواز بێترس ڕەئی خۆی بڵێت. ئەبێ دیفاع بکەین لە حقوقی ژنان لە پێکاتەکان و داواتان لێ یەکەم لەم کۆنگرەیە بەرنامەیەکی تایبەت دانێن بۆ لاوان و گەنجان. ڕاستە کوردستان نەوتی هەیە و غازی هەیە، بەڵام ئەوەی کە بەڕاستی ئێمە دەوڵەمەندەکە ئەو گەنجانن کە وەکو ئەستێرە لە ئاسمانە بریسکێنەوە و بەداخەوە وەکو پێویست خزمەت نەکراون. دووبارەیەکەمەوە ئێمە خزمەتی میلەتەکەمانەکەین، ئەمن و ئاسایشیان و کەرامەتیان ئەپارێزین، یەکڕیژی و ئاشتی لە عێراق و کوردستان ئەپارێزین. زۆرم نەماوە، زۆر ناڵێم، چونکە مەجال زۆرە بێ قسە بکەین لەم چەند ڕۆژە و مناقەشەی هەموو شتێکەکەین. ئەمە ئاخر جارە ئەمڕۆ من قسەتان لەگەڵ کەم وەکو سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان. 5 دقەی تر منە بم بە ئەندامێکی بەسیط. من ئەمەوێ ئەم مەجالە وەرگرم کە سپاستان بکەم یەک بە یەکتان کە ئەو سقەیەتان بە من هەبوو ئەم 2 ساڵە بە یەکەوە خەبات بکەین. گەورەبوونە بۆ من کە مەجالێکتاندا بە من خزمەتتان بکەم. چی ڕوو ئەدات لەم کۆنگرەیە دڵنیا بنێمە بە یەکەوە بین و هەر بە یەکەوە ئەبین. ئیشی یەکێتی نیشتمانی کوردستان تازە دەست پێەکە. هەر چ شتێک ببێت ئێمە بە یەکەوە بین، دەست لە ناو دەست و شان بە شان. هەرچی پۆست و پلەیەک بدەن بە من بە گۆڕی ئاکام بەڵێنتان نەدەمێ، قەت بەجێتان ناهێڵم، قەت ناهێڵم. نەیەرەکانتان و دوژمنەکانتان زاڵ بن بەسەرتان. ئێمە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانین، ئێمە حزبی تێکۆشەر و شەهیدانین، حزبی قارەمانەکانین، حزبی دیکتاتۆر ڕووخانین. هەر بۆ خوای گەورە سەردا ئەنەوێنین و بەس. جارێکی تر سوپاستان دەکەم، دەستخۆشیتان لێ یەکەم. بژی یەکێتی بۆ پێشەوە یەکێتی بۆ پێشەوە کورد و کوردستان و زۆر سپاس. سپاس بۆ هەواڵ بافڵ جەلال تاڵەبانی. وتاری سەرۆک کۆماری عێراق بەڕێز دکتۆر عەبدولەتیف جەمال ڕەشید سەرۆک کۆماری عێراق بافەرمێت. والآن يتفضل السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال الرشيد لإلقاء كلمته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میوانە بەڕێزەکان، هەواڵانی بەڕێز، خوشک و برایان، پیرۆزبایی بەستنی ئەم کۆنگرێتان لێ یەکەم. لە کاتێکە ئەم کۆنگرێ ئەبەستن کە 6 ساڵ تێ دەپەڕێ بەسەر کۆچی دوایی جەنابی مام جەلال، ڕابەر و سەرکردە و شکۆی نەتەوەیەک. لە دەستدانی سەرۆک مام جەلال نەک تەنها بۆ یەکێتی، بەڵکو بۆ تەواوی هێزە سیاسەکانی کوردستان و گەلی کورد و گەلی عێراق و ناوچەکە کارەساتێک بوو کە هەرگیز جێگەی پڕ نابێتەوە. پێویستە لەسەر هەمووان ڕێبازی جەنابی مام جەلال درێژە بدرێت سیاسەتی حەکیمانەی ئەو و هەواڵەکانی کاری پێ بکەن بۆ قۆناغێکی نوێ، بۆ شێوەیەکی شەفاف، دیموکراسیەت لە هەڵبژاردنە. بە پەیڕەوکردنی سیاسەتی حەکیمانەی جەنابی مام جەلال، کۆنگرە دەبێت لەگەڵ هێزە سیاسەکانی تری کوردستان لە هەرێم بە ئاراستەیەکدا ببات کە ئەنجامی بۆ خزمەتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بگەڕێتەوە. دوژمنایەتی کردنی یەکتر، نەبوونی یەکڕیزی خەتەرێکی گەورەیە لە سەرگەلی کورد. لە بەرامبەردا تەباییمان لەناو خۆ، تەباییمان لە هەرێمی کوردستان کلیلێکی سەرکەوتنمانە لە کوردستان و لە حکوومەتی ئیتیحادی و هەتاوەکو لە ناوچەکەیشدا و لە دەروبەری ناوچەکەیش. هەواڵانی بەڕێز، ئەبێ ئەم کۆنگرەیە جەخت بکاتەوە لە سەروەری یاسا، لە بەرەنگاری گەندەڵی، جەسپاندنی دادپەروەری، جەسپاندنی دادپەروەری بۆ کۆمەڵایەتی، بۆ خەڵک و پاراستنی مافی مرۆڤ لە کوردستانە. ئەرکی کۆنگرەیە کە بڕیاری بە پلەی یەکەم تەکلیف بکات بە خزمەتکردنی کەسوکاری شەهیدان و پێشمەرگە، بە گرنگپێدان بە ڕێکخراوە پیشەییەکان و جەماوەریەکان و دیموکراتیەکان، بۆ خزمەتکردن لە بەشە جیاوازەکانی ژیانی کۆمەڵایەتی خەڵک، بەرزامکردن ژیانی موچەخۆران و فەرمانبەران. ئەرکی کۆنگرەیە کە سیاسەتێکی گشتیمان بجۆرێک بۆ دابڕێژێت کە بریتی بێت لە پتەوکردنی پەیوەندەکانمان لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی کوردیا لە هەرێم، لەگەڵ دۆستەکان و هاو بەشەکانمان لە بەغا، لەگەڵ ئەوەشدا چاکردن و بەهێزکردنی پەیوەندەکانمان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ بە جۆرێک کە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان و عێراق بێت. لە کاتێکە ئەم کۆنگرەیە ئەبەسرێت، لە ئێستاوە پێویستە پرۆگرامێکی هەڵبژاردن دەست پێ بکرێت بۆ خزمەتکردنی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان. هەواڵانی بەڕێز، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە 48 ساڵی تەمەنیە کە پڕ بووە لە تێکۆشان، خۆشی و ناخۆشیێکی زۆری دیوە. هەموو کاتێک توانیوەتی خۆشی بپارێزێت و مەساحەتی گەلی کورد بخاتە ئامانجی سەرەکی خۆی. بۆیە بەپێویستە بە یەکڕزیمان بپارێزین بۆ نەهێشتنی ململانی نابەجێ، بەرژەوەندی گەلی کورد لەبەر چاو بگرین، هەنگاوەکانیش بۆ پارێزگارکردن بێت بۆ ئەوەی ئاسایشی نەتەوەی کورد هەموومان بیپارێزین بە یەکدەنگ. ئیتر زۆر سوپاستانەکەم، هەر سەرکەوتوو بن. سوپاس بۆ سەرۆک کۆماری عێراق بەڕێز
دکتۆر عەبدولەتیف جەمال ڕەشید. وتاری سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێز نێچیروان بارزانی با فەرمێت. يتفضل الآن رئيس إقليم كردستان السيد نيتشيروان بارزاني لإلقاء كلمته. بەیانیتان باش، ڕۆژ باش، هەموو لایەکتان بەخێر بێن. کاکە بافڵستان من بڵێم سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی چونکە گوتت دوای 5 دقەیتر تو نابیە سەرۆک تەواویان تامەیەکی من هەر دەیڵێم اینجا دوایی مشکلەی خۆتانە باش کرد نازانم چۆن دێ. بەڕێز بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەڕێزان ئامادەبوان و ئەندامانی کۆنگرەی پێنجەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، خۆشحاڵم لەگەڵ ئێوەی بەڕێزدا ئەمڕۆ بەشداری لە ڕێو ڕەسمی کردنەوەی کارەکانی پێنجەهەمین کۆنگرەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا دەکەم. پیرۆزبایی بەستنی کۆنگرە لە تەواوی ئەندامان و جەماوەری یەکێتی دەکەم. هیوای سەرکەوتن بۆ ئێوە و بۆ کۆنگرەکەتان دەخوازم. هیوادارم کۆنگرە بۆ دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان و عێراق ئەنجامی باش و ئەرێنی لێ بکەوێتەوە. هەر لێرەدا، هەر لەم ڕۆژە گرنگەدا بەو پەڕی ڕێز و شکۆوە خوا لێ خۆشبوو سەرۆک مام جەلال بەبیر دەهێنینەوە. گیانی شاد و یادی هەمیشە بەخێر بێت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یادگاری مام جەلالە و دەبێ لەسەر هەمان گیان و بیر و ئاراستەی ئەو بۆ لێک تێگەیشتن و تەبایی و چارەسەری کێشەکان بۆ پاراستنی بەرژەوەندگی گشتی لەسەر ئەو ڕێچکەی مام جەلال بەردەوام بێت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵ و پێگەیەکی دیار و سەرەکی لە بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستاندا هەیە. لە سەردەمی ئازادیدا لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان دوو هێزی سەرەکی بنیادنەر و دامەزرێنەری ئەزموونی هەرێمی کوردستان و دەستکەوتەکانیان بوون. بە بەشداری و هاوکاری بەرەی کوردستانی و هێز و لایەنە سیاسیەکانی دیکە مێژووی نوێیان بۆ گەلی کوردستان نووسیوە. ئێستاش یەکێتی لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیش یەکێکە لە هێزە سەرەکیەکانی پرۆسەی سیاسی. ئەوەش بەرپرسیاریەتێکی گەورە هی نیشتیمانی دەخاتە سەرشانی یەکێتی. لەگەڵ هێز و لایەنەکانی سیاسی و پێکهاتەکانی کوردستاندا هەمویان پێکەوە ئەرکی پاراستنی یەکڕیزی و تەبایی و کاری هاوبەشیان لەسەرشانە بۆ ئەوەی ماف و دەستکەوتە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان بپارێزن. بەڕێزان، ئەزموونی پێکەوە کارکردنی پارتی و یەکێتی و هاوکاری و برایەتی جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی و خوا لێ خۆشبوو جەنابی سەرۆک مام جەلال سەلماندوویەتی کە سەرکەوتن لە یەکڕیزی و هاوبەشی و کاری پێکەوەدایە. سەرکەوتنی ڕاپەڕین، جێگیرکردنی فدرالی و زۆرێک لە مافەکانی گەلی کوردستان لە دەستوری عێراقدا، ئاوەدانی و پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان بەرهەمی ڕاستەوخۆ و ئەو هاوکاری و تەبایی و برایەتی بووە. ئێستاش بۆ تێپەڕاندنی هەموو سەختیەکان و بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بۆ پاراستنی دەستکەوت و
مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان تاکە ڕێگەمان لە بەردەمدایە ئەویش بەردەوامی و درێژەدانە بە هاوکاری و یەکتر قوبوڵکردن و هاوبەشی و کاری پێکەوەی لایەنە سیاسیەکان و پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستان لێرە و لە بەغدا. هێز و مانەوەی هەمومان لە یەکڕیزی و تەباییدایە. پێچەوانەکەشی زیان و لاوازی هەرێمی کوردستانە. پێویستە ئەم قۆناغە و ئاڵنگاری و مەترسیەکانی بەردەم هەرێمی کوردستان ئەوە دەخوازێت کە هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان هەرچی ناکۆکیان هەیە بەلاوە بنێن، هەرێمی کوردستان بەهێزتر بکەن و هەمومان پێکەوە یەک هەڵوێست یەک دەنگ و بەهێز لە بەغدا بین. دەبێ ئەو ئامانجە هاوبەش و کۆکەرەوانەی هەمومان بێت. ئاساییە لایەنەکان ڕکابەری سیاسی و جیاوازیان لە بیر و بۆچوونی سیاسیدا هەبێ، بەڵام پێویستە بەرژەوەندیەکی هاوبەش هەمومان بۆ ئامانجێکی هاوبەش کۆبکاتەوە کە پاراستنی ئەزمون و ماف و دەستکەوتە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستانە. هەرێمی کوردستان کاتێک بەهێزە کە لایەنە سیاسیەکان یەک ڕێز و تەبابن، کە دامەزراوەکانی سربەخۆ و پارێزرا و ڕێز لێگیراو بن، کە دەستێوەردانی حزبی و سیاسی لە کاروباری دامەزراوەکان و پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکاندا نەبێت. هەرێمی کوردستان کاتێک بەهێزە کە لایەنە سیاسیەکان بەرژەوەندی باڵای گەل و وڵات بخەنە پێش هەموو بەرژەوەندیەکی دیکەوە، کە ململانەی حزبی و سیاسی نەبێتە مەترسی و هەڕەشە لەسەر قەوارەی سیاسی و دەستوری هەرێمی کوردستان. ئامادەبوانی بەڕێز، هەرێمی کوردستان لە ڕاپەڕینەوە تا ئێستا وێڕای هەموو هەورازی و نشێوی و کەم و کۆڕیەکان ئەزمونێکی جوانی لە ناوچەکەدا نیشانداوە کە بۆیە مایەی سەرنج و ڕێزنێنانی جیهان و عێراق. دیموکراسی، ئازادیەکان، مافەکانی مرۆڤ، ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی ڕۆژنەماوانی و پێکەوە ژیان و یەکتر قوبوڵکردن، لێبوردەیی، فرەی ئاینی و نەتەوەی، هەموو ئەوانە ئەو سیما و بنەما و بەها هاوبەشەکانن کە هەرێمی کوردستان بە جیهانی پێشکەوتووی مرۆڤایەتی دەیان بەستێتەوە و بۆتە مایەی ڕێز و شانازی گەلی کوردستان. ئێمە لە هەرێمی کوردستان دەبێ بۆ هەمیشە دەست بە و بنەما و بەها باڵاکانی مرۆڤایەتیەوە بگرین و بیان پارێزین. دەبێ هێز و لایەنە سیاسیەکان و دەسەڵات و دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان کار بۆ بەهێزکردنیان بکەن، بیان کەنە بنەمایەکی سەرەکی بیر و کردار و کار و ژیانی سیاسی و پەروەردەیی و کۆمەڵایەتیمان. هەڵبژاردن وەک بنەمای سەرەکی ڕەوایەتی دەسەڵات و حکومڕانی بۆ هەرێمی کوردستان پێویستە یەکەم و هەر لە پێشەوە بێ. دەبێ هەموو لایەنە سیاسیەکان کار بکەن بۆ ئەوەی شوباتی داهاتوو دەنگدانێکی سەرکەوتوو بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە بچێت. هەرێمێکی کوردستانی بەهێز دەتوانێت ڕۆڵ و ئامادەیی و کاریگەری باشتر لە بەغدا و لەسەر ئاستی هەموو عێراق هەبێت. دەتوانێت باشتر بەرگری لە دەستکەوتەکان و مافە دەستوریەکانی بکات. دەتوانێت جێگەیەکی باشتر و بەهێزتر لە ناوچەکە و لە جیهاندا بگرێت. بۆیە بە پلەی یەکەم ئەرکی پارتی و یەکێتیە لەگەڵ هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکانی دیکەی هەرێمی کوردستاندا کار بۆ سەرخستنی هەڵبژاردن بکەن. بەڕێزان، ئەوە زۆر باش و پێویستە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەتی عێراقی فدرالی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لە گفتوگۆی بەردەوامن. ڕاستە هەندێک بەرەو پێشچوون لە گفتوگاندا هەیە، بەڵام هێشتا لەبەر کێشەکانی بەردەم جێبەجێکردنی یاسای بودجە و ناردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان، هەروەها لەبەر هەناردنەکردنەوەی نەوت ئێستا هەرێمی کوردستان لە دۆخێکی سەختی داراییدایە. دۆخەکە کاریگەریەکی دژوار بەسەر تەواوی ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان جێهێشتووە. لێرەدا جەخت لەوە دەکەینەوە کە هەرێمی کوردستان دەیەوێت هەموو کێشە و ناکۆکیەکانی لەگەڵ بەغدا بە گفتوگۆ و لێک تێگەیشتن لەسەر بنەمای دەستور چارەسەر بکات. ئێمە چاوەڕوانیمان هەیە
حکوومەتی عێراقی فدرالی بە پێی ڕێککەوتنە سیاسیەکان و یاسا و دەستور و سیستەمی فدرالی مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکات. نابێ بودجە و موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بکرێتە بارمتەی ناکۆکی سیاسی. دەبێ لایەنە سیاسیەکانی پێکهێنەری حکوومەتی فدرالی یارمەتی دەر و پشتیوانی سەرۆک وەزیران بەڕێز محەممەد شیاع سوودانی بن بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتە سیاسیەکان. دەبێ هەموو کەس و لایەن و هێزەکان لە عێراق بزانن کە دروستکردنی کێشەی دارایی بۆ هەرێمی کوردستان هیچ خزمەتێک بە عێراق ناکات. ئارامی و سەقامگیری و پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان و هەر ناوچەیەکی عێراق ئارامی و سەقامگیری و پێشکەوتنە بۆ هەموو عێراق. ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەم گیانە و بەم تێگەیشتنە لە تەواوی عێراق دەڕوانین. هەر ئەوەش بە کەڵکی گەلانی عێراق و تەواوی پێکهاتەکانی دێت. عێراق بەبێ جیاوازی کۆکەرەوە و وڵاتی هەمومان بێت بە هەموو پێکهاتەکانیەوە. بێبەشکردنی هەر پێکهاتەیەکی عێراق پابەندی وابەستەی بە وڵات لاواز دەکات. دەبێ هەمومان لە عێراقی ڕابردوو دەبێ هەمومان لە عێراق ڕابردوو بکەینەوانە و پند و سوودی لێوەربگرین. شکستی هەرێم یان هەر ناوچە و پێکهاتێکی عێراق هەرگز سەرکەوتنی هیچ بەش و پێکهاتەیەکی تری عێراقی نەبووە و نابێت. پێکهاتەکان و سەرمایەی مرۆیی و سروشتی عێراق هێزێکی گەورەن بۆ عێراق. ئێمە هەمومان پێکەوە دەتوانین عێراق بکەینە وڵاتێکی بەهێزی ناوچەکە و جیهان. ئەگەر تێگەیشتن و ئیرادەی ڕاستەقینەی سیاسی بۆ ئەمە هەبێت بە دڵنیاییەوە عێراق دەبێتە ئەو عێراقە وەک چۆن یەکگرتووی و یەکڕێزی لە هەرێمی کوردستان بنەمای سەرکەوتنمانە بە هەمان شێوە هاوبەشی پێکهاتە جیاوازەکانی عێراق لە هەر نەتەوەیەک و ئایینێک بن لە دەستهەڵاتی سیاسی و کارگێری وڵاتدا عێراق دەخاتە شوێن و پێگەی ڕاستەقینەی خۆی. دەبێتە فاکتەری ئارامی و سەقامگیری و پێشکەوتن بۆ خۆی و بۆ ناوچەکەش. لە کۆتایی قسەکانم دووبارە پیرۆزبایی بەستنی کۆنگرەی پێنجەم لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەم. هیوای سەرکەوتن بۆ کۆنگرەکەتان دەخوازم. هیوادارم دەرئەنجام و بڕیارەکانی کۆنگرەکەتان ببنەمایەی پتەوکردنی یەکڕێزی و تەبایی و کاری پێکەوەیی لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقدا. جارێکی تر زۆر سوپاس و کاتێکی خۆشتان بۆ دەخوازم. سوپاس بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێز نێچیروان بارزانی. ئامادەبانی خۆشەویست ئەو ئامێرانی کە دانراون دەتوانن سوودی لێ وەربگرن بۆ وەرجێڕان بۆ هەرسێ زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی. وتاری سەید عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حیکمە بافەرمێت. يتفضل الآن رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار الحكيم لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. الأخ العزيز الأستاذ بافل طلباني، فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، سيادة رئيس إقليم كردستان الأستاذ نشيروان بارزاني، أصحاب السيادة والمعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، السادة والسيدات الكرام، الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البدء أبارك لكم المولد النبوي الشريف، وأعزيكم بفاجعة الحريق في صالة احتفالات الحمدانية، مما أودى بحياة العشرات من أبناء شعبنا وإصابة آخرين وأوجعت قلوبنا.
يسعدني أن أشارككم مؤتمركم العام متمنياً لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وأعضائه مزيداً من العطاء وبذل الجهود والتوفيق لخدمة أهلنا في كردستان وفي العراق. إن العمل السياسي الناجح يتطلب الإخلاص والمثابرة لأجل تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد الخيرة، وإن تاريخ الاتحاد الوطني الكردستاني حافل بالعطاء والنضال والمواقف الوطنية المشرفة، وقد بذل في سبيل تحقيقها عقوداً طويلة من العمل والنضال كللتها دماء الشهداء والمواقف المشرفة والتضحيات. وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لا بد من استحضار الزعيم الراحل مام جلال طلباني رحمه الله، القائد التاريخي للاتحاد الوطني الكردستاني وراسم المنهج الذي سار عليه، وهو المنهج الوطني الذي ساهم بشكل كبير في حفظ هوية العراق ووحدة الكلمة في أشد العواصف والأزمات التي واكبت عملية التأسيس الديمقراطي ما بعد 2003. فالرئيس الراحل مام جلال لم يكن رئيساً للكرد فحسب، بل كان رئيساً لجميع العراقيين، من دون استثناء أو انحياز لقومية أو دين أو مذهب. ولم يكن رئيساً للاتحاد الوطني الكردستاني فحسب، بل كان رئيساً وأخاً كريماً لجميع القوى والأحزاب السياسية. كان حاضراً ومتواجداً وفاعلاً في كل أمر يرى فيه دعماً لمسار التلاحم الوطني وتعزيزاً للسلم المجتمعي وإعادة بناء الدولة وحفظ هيبتها وسيادة دستورها. لذلك كان مام جلال مثالاً واقعياً شاخصاً، وكما وصفته المرجعية الدينية العليا متمثلة بالإمام السيد السيستاني دام ظله الوارف بأنه صمام أمان العراقيين. في الذود عن وحدتهم وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم، وكان ذلك في حد ذاته سبباً دائماً لحب العراقيين واحترامهم الكبير لهذا الرجل الوطني المخلص لبلده وشعبه. إنها فرصة حقيقية لعموم العراقيين وللإخوة في إقليم كردستان بشكل خاص لاستحضار القيم الوطنية التي سار عليها الزعيم الراحل مام جلال، فهو لم يتعامل يوماً مع حكومة بغداد من زوايا الندية أو المنافسة القومية، وكان يؤمن بأن استقرار العراق وحكومته يعني استقرار إقليم كردستان، وأن الأزمات مهما حصلت واشتدت فإن الحلول حاضرة في أذهان الإخوة وأبناء البيت الواحد. ومن بصيرة هذا الرجل وحكمته أن يعتمد الشركاء ورقة واحدة جامعة لتعزيز المفاهيم ومعالجة الإشكاليات حول أي قضية سياسية، فتوحد الآراء والمواقف بحد ذاتها تعد مدخلاً للحلول الناجعة والخطوات العملية في حفظ مصالح العراق وشعبه. إن هذا التاريخ المشرف هو أمانة كبيرة يجب الحفاظ عليها ومواصلتها نحو تحقيق الأهداف المنشودة. أملنا كبير في قيادة الاتحاد الوطني المتمثلة في الأخ العزيز السيد بافل طلباني وبقية إخوته ورفاقه في الاتحاد بأن يواصلوا الدرب ويكونوا خير قدوة في الإيثار والتعاون والوحدة.
فمن دون وحدة الكلمة وتلاحم الموقف لا يمكن إكمال المسيرة وتحقيق الأهداف. إننا في بغداد وفي بقية محافظات العراق نتطلع نحو كردستان العزيزة ونرى فيها ملامح المستقبل المشرق الذي يجمع العراقيين جميعاً ويوحدهم في طريق بناء الدولة العراقية الاتحادية القوية المتماسكة، لينعم الجميع بدولة ذات سيادة مستقرة أمنياً وسياسياً وتنموياً. لقد مر العراق بظروف شتى من المصاعب والتحديات كادت توصله إلى حافة الانهيار لولا تماسك شعبه وحكمة قياداته. وقبل كل شيء كانت رحمة الله وعنايته بالعراق وأهله. وحينما نستذكر تلك التحديات ونستشرف الفرص المتاحة أمام العراق، فإننا نؤكد ضرورة التماسك ووحدة الكلمة ونبذ الخلافات بين أبناء الوطن الواحد لإكمال المسيرة الوطنية التي خطها الشهداء من قبلنا وأرسوا دعائمها. فبغداد لا يمكن أن تكون قوية من دون أن تكون كردستان قوية ومتماسكة. والحال كذلك مع كردستان في تطلعها نحو بغداد. إننا أبناء وطن واحد ودين واحد ومصيرنا وتاريخنا واحد، ولدينا فرص كثيرة رغم التحديات الكبيرة، ولا يمكن تجاهل الصعوبات والمشاكل والتراكمات، ولكن يجب أن لا نكون أسرى لتلك الهواجس أو نعيش في إطارها مكبلين، بل يتوجب الخروج إلى فضاء الفرص الحقيقية للنهوض. العراق بلد غني رغم تحدياته الاقتصادية، وواقعه السياسي ثري بالتجارب العملية برغم الأزمات، والإرادة الوطنية حاضرة ومتجسدة أمام كل تهديد يمس أمن العراق ومصالح شعبه. لا بديل أمامنا إلا دعم الدولة وحفظ هيبتها وسيادتها، وهذا الدعم لا يقتصر على مكون دون غيره، بل هو مسؤولية الجميع. فسيادة الدولة يجب أن تبقى حاضرة في كل شبر من أرض العراق، لا استثناء لمدينة دون أخرى، فأمن السليمانية وأربيل ودهوك هو ذاته أمن البصرة وبغداد والموصل. وسيادة القانون وحفظ مصالح العراقيين هو المصير المشترك بين جميع القوى السياسية الوطنية المخلصة. وإن ما يهدد أمن السليمانية ومصالح أهلها هو ذاته يهدد أمن ومصالح العراقيين في مساحاتهم ومناطقهم الأخرى. لقد دفعنا دماء طاهرة في سبيل بناء عراق اتحادي موحد ذي سيادة ومستقل في قراره ومصيره، ولن نتهاون في ذلك مطلقاً مهما كلفنا ذلك من ثمن. ويجب الحذر من أياد خفية تحاول أن تستهدف قوة العراق عبر تفريق كلمته وموقفه الوطني، وهو الخطر الأكبر الذي يهدد أمننا الوطني ويعرض العراق لمخاطر كبيرة في سلمه وأمنه الاجتماعي. ويجب علينا الالتفاف حول أي قرار يعزز موقف الدولة العراقية ووجودها عبر المشاركة الفاعلة والإيجابية في صناعته، وبلورة موقف وطني مسؤول يحترم هيبة الدولة ويحفظ مصالحها العليا. إننا نتطلع إلى الدور الوطني الكبير الذي يتحمله الاتحاد الوطني الكردستاني قيادة وأعضاء وكوادر في توحيد الصف الكردي أولاً، وتوحيد المواقف الوطنية مع إخوتهم في بغداد. فروح مام جلال رحمه الله حاضرة بيننا،
ودوره الوطني الكبير في تقريب وجهات النظر وتوحيد الكلمة ماثل أمامنا، ويقتضي أن نعمل ونفكر معاً في تنفيذ آليات المشاركة والتعاون في العمل السياسي والخدمي، وأن لا نتوقف عند الإشكاليات أو الأخطاء، فمن خلال المراجعة الجدية والتفاهم والصبر يمكننا تحقيق أهدافنا. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وبالصبر وبالتمسك بالحق والبصيرة سنصل إن شاء الله إلى بر الأمان وتحقيق مصالح شعبنا. رحم الله الزعيمين الكبيرين مام جلال طلباني وملا مصطفى البرزاني، ورحم الله الشهيدين الصدرين والشهيد المحراب آية الله الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، ورحم الله شهداء العراق وشهداء البيشمركة والحشد الشعبي وجميع صنوف قواتنا المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاس بۆ سەید عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حیکمە. وتاری بەڕێز حەیدەر عەبادی سەرۆکی هاوپەیمانی نەسر بافەرمێت. الآن يتفضل رئيس ائتلاف النصر السيد حيدر العبادي لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، الرؤساء والقادة المحترمون، الأخ بافل جلال طلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني سابقاً وإن شاء الله لاحقاً كذلك، الأخوة والأخوات، قيادة وكوادر وأعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني المحترمون، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم انعقاد مؤتمركم هذا، المؤتمر الخامس لاتحادكم المبجل، والذي يتزامن صراحة مع ذكرى أسبوع ولادة النبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. كل أمل أن يتكلل مؤتمركم الموقر بالنجاح، وأن يواصل الاتحاد الوطني الكردستاني مسيرته الوطنية ونضاله التاريخي لتحقيق أهدافه المشروعة والمساهمة مع باقي شركاء الوطن ببناء دولة صالحة عادلة ومرفهة. أيها الأعزة، إذ أهنئكم وأشارككم هذا الاحتفال، أود أن أستذكر وإياكم جملة من المهام التي أرى ضرورتها وأهميتها. أولاً، يحتاج العمل الحزبي في العراق إلى إعادة تأسيس شاملة تبدأ من الأيديولوجيات ولا تنتهي بالأطر التنظيمية، وبما يناسب تطورات الواقع والتحديات أو التحولات التاريخية في بلدنا والعالم. فلا يمكن مواكبة العصر وتأدية المهام السياسية والمجتمعية والوطنية دون إعادة نظر بالأعم الأغلب من متبنيات وأسس وأطر الأحزاب القائمة. على الأحزاب العراقية إعادة التأسيس وفق استحقاقات الدولة الوطنية وخصوصيتها وهويتها ومصالحها، وكما لا ديمقراطية دون ما أحزاب، كذلك لا أحزاب ناجحة دون ما
ديمقراطية حقيقية تبنى عليها هياكل التنظيمات وثقافتها وآليات عملها. إن المواطنة والديمقراطية والتعددية والتعايش والتنمية لهي أمهات أسس الأيديولوجيات الحزبية الوطنية التي يمكن لها تمثيل المجتمع وتحقيق أهداف الشعب على أرضية الحقوق والواجبات المتكافئة والعدالة المتساوية والوطنية الرفيعة. وأؤكد هنا أن استمرار الأحزاب في الهروب من استحقاقات إعادة البناء والتأسيس الأيديولوجي المؤسسي الديمقراطي الوطني الجاد والصادق سيعود لا محالة على الأحزاب ذاتها وعلى النظام بالتراجع والاندحار لا سمح الله. ثانياً، لا يمكن لأي دولة أن تستقر وتتقدم إلا باستقرار وتقدم نظامها السياسي، ورافعة النظام السياسي هي القوى السياسية، وصلاح وفساد النظام السياسي مرهون بصلاح وفساد القوى المعنية بالنظام والمشكلة لروح السلطة. وهنا أؤكد على وجوب صلاح وتقدمية وطهورية ووطنية القوى السياسية، وأن تكون على قدر مهام بناء الدولة وسلامة النظام وبما يخدم مصالح الدولة ويعزز ثقة الشعب بالنظام. واسمحوا لي بالقول إن ابتلاع الدولة ومحاصصة النظام وتجهير الخيرات وارتهان الإرادة لهي من سمات العصابات، أعتذر عن ذلك، وليس من صفات قوى سياسية محترمة الذات والدور والرسالة. أنا الحقيقة بعض الأحيان مؤلمة، ولكن هذه حقيقة في حياتنا السياسية اليوم. ثالثاً، هناك فرق بين أحزاب دولة ودولة أحزاب. الأحزاب مؤسسات سياسية تستهدف السلطة لإدارة الحكم وفق برنامج معلن مستفتى عليه انتخابياً، ولا يحق لها ابتلاع الدولة بمؤسساتها، وأي ابتلاع سيحول الدولة إلى دولة أحزاب، فتعيش التناقض والصراع والقلق الوجودي. المطلوب من أحزابنا المحترمة أن تدير الحكم لا أن تبتلع الدولة، وأن تكون تحت سلطة القانون لا فوقه، وفي خدمة العلم لا أن يخدم العلم بيارقها. إن مصالح الجميع إنما تتحقق بالدولة. الدولة فقط من تستطيع توفير الأمن والخدمات والسيادة. الدولة فقط من تحقق الاستقرار والتنمية والعدالة، وأي ركون لإضعاف الدولة أو الاستقواء عليها أو تهديد وحدتها وقوتها وسيادتها فسيعود لا محالة على الشعب وقواه ورفعته السيادية بالويل والثبور. رابعاً، لا يمكن للدولة أن تبقى وللنظام أن يترسخ ويتطور إلا بالتعاون والتضامن الوطني، وعلى أرضية الحقوق والواجبات والعدالة والتنمية. وهنا على الأحزاب أن تكون طليعة تضامن ورافعة وحدة ورائدة تقدم وتنمية وتطور، وإلا سنخسر ويخسر معها النظام وتندحر بين يديها الدولة. خامساً، الحكم أمانة والدولة وديعة، والأحزاب من يسأل اليوم وغداً عن حفظ هذه الأمانة وصيانة هذه الوديعة، وهذا محط الاختبار، وهنا تستبان المواقف، وهنا يكتب الشعب والتاريخ السيرة، أما المجد وأما لا سمح الله العار. أقول نعيش الدولة اليوم تحديات كبرى سياسية، اقتصادية، اجتماعية، خدمية، ثقافية، سيادية. فعلى الأحزاب وبالذات التي بيدها فعل الدولة أن تعيد النظر برؤاها وسياساتها تجاه الدولة والنظام لضمان تلافي الأزمات والمخاطر التي تهدد كيان الدولة ووجود النظام ومصالح الشعب. كل أمل أن يشهد الواقع السياسي العراقي التقدم والتطور، وأن تكون الأحزاب رافعات نهضة ووحدة، وهذا أملنا بها، وتقدم وعزة، وأن تكون خير ممثل للشعب بجميع تنوعاته وأطيافه وأماله. إخواني أخواتي، لقد ناضلنا معا ضد الدكتاتورية ونجحنا والحمد لله، وقد قاتلنا معا ضد الإرهاب وانتصرنا على الإرهاب. مسألة الإصلاح وتغيير الواقع السياسي
يحتاج أيضا إلى تضحيات وعلى أمل، وكل أمل بنجاحكم، متمنيا لكم ولهذا المؤتمر النجاح. ولا أنسى أن أعرج على مأساة الحمدانية. أسأل الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاس بۆ بەڕێز حەیدەر عەبادی سەرۆکی هاوپەیمانی نەسر. وتاری بەڕێز قەیس خزعەلی ئەمینداری گشتی ئەسایبی ئەهلی حەق باب فەرمێت. يتفضل الآن الأمين العام لعصائب أهل الحق السيد قيس الخزعلي لإلقاء كلمته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. فخامة السيد رئيس الجمهورية المحترم، سيادة رئيس إقليم كردستان المحترم، الأخ العزيز كاكا بافل المحترم، الأخوة والأخوات جميعا، مع حفظ كل المقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لابد أن نستذكر الواقعة الأليمة التي حصلت ليلة أمس في منطقة الحمدانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل الضحايا الرحمة، ولكل الجرحى الشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. نحن اليوم، وبالنسبة لي هذه أول زيارة وأول حضور لي في أرض كردستان العزيزة، أرض شمالنا الحبيب، ونتشرف في هذا اليوم، في هذه الذكرى، في هذه المناسبة، ألا وهو المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكردستاني. ونعتقد أن هذا المؤتمر الذي نتمنى لكل أعضائه ولكل أبناء شعبنا في إقليم كردستان كل التوفيق والخير والنجاح، نعتقد أن هذا المؤتمر يقام وفي ظل ظروف خاصة تشهدها كردستان والعراق والمنطقة بل كل العالم. بل نحن نعتقد أننا على أعتاب انتقاله من مرحلة إلى مرحلة أخرى، كما قلت، سواء كان في العراق أو المنطقة أو العالم. لذلك تمنياتنا لكل أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني التوفيق في القيام بواجبهم بالشكل الذي يؤدي إلى التوافق والانسجام مع هذه المرحلة الجديدة. نعتقد أن القادة العراقيين المؤسسين لهذه المرحلة السياسية استطاعوا أن يتفقوا فيما بينهم في معارضة النظام السابق، وأن يؤسسوا لمرحلة جديدة ولنظام جديد شهدناه جميعا منذ عام 2003 إلى الآن. ولكن أعتقد أننا لا نختلف إذا قلنا أن هذا النظام السياسي وأن هذه الدولة لم تشهد الاستقرار أو التطور
الذي يلبي طموح أبناء شعبنا جميعا. لذلك نعتقد أن الواجب علينا الآن ونحن أبناء هذه المرحلة وأبناء هذا الوقت أن نصل إلى مرحلة التفاهم والاتفاق فيما بيننا لمرحلة سياسية جديدة تكفل الخير والاستقرار لكل العراقيين من شمالهم إلى جنوبهم. أيها الأحبة، بكل صدق نقول أن خير العراق يكفي كل العراقيين، وأنه ليس من المعقول ولا من المقبول أن يكون هناك مواطنا عراقيا واحدا يعيش تحت خط الفقر. إذا كان هناك مواطن عراقي واحد يعيش تحت خط الفقر فهذا ليس ذنب هذا المواطن، إنما مسؤوليتنا، والذي نحن نتحمل هذه المسؤولية أمام الله أولا وأمام أبناء شعبنا في أن نقوم بالواجب المطلوب من أجل أن يعم الخير لكل العراقيين. خير العراقيين، خير العراق يغطي كل العراقيين ويفيض، وحتى ممكن أن يساعد المحتاجين من الدول الأخرى، ولكن إذا تصرفنا بالطريقة الصحيحة. نقول وقلنا ونكرر مرة أخرى أن هناك مرحلة سياسية استطاع أن يؤسسها، أن هناك دولة بنيت في عام 2003 استطاع أن يؤسسها القادة الذين ناضلوا وقاوموا النظام السابق وأسسوها، ولكن كما قلت أنه لم يكن الاتفاق بالشكل المطلوب الذي يضع النقاط على الحروف. ينبغي أن نتحلى بدرجات الصراحة فيما بيننا وأن نبدأ حوارا وطنيا حقيقيا وفق الالتزام بالدستور والقانون والعراق واحد، وبما يكفل الاستقرار لكل أبناء شعبنا ومن ضمنهم أبناء شعبنا العزيز في كردستان. في يوم أمس، في ليلة أمس، كان مجموعة من الأخوة الكرد في لقاء معهم. أنا قلت رأيي وأكرره أمامكم. رأيي أن شعبنا الكردي هو شعب يحب الحياة ويحب السلام، لا يعتدي على الآخرين لكنه يدافع بقوة عن نفسه. هكذا شعب هو ثروة يجب المحافظة عليها، وأول من يجب أن يقوم بهذا الواجب هو أخوتنا القادة الأعزاء في إقليم كردستان. نحن بكل صدق ومحبة نمد أيدينا للبدء بمرحلة جديدة يسود فيها الاستقرار والأمان والرفاه والخير لكل أبناء شعبنا من زاخو إلى الفاو. النقطة التي يجب أن نذكرها بصراحة، وعندما جاء وفد إقليم كردستان، وفد حكومة إقليم كردستان مع السيد مسرور برزاني، قال: أنا هذا لقائي الأول معك وسمعت عنك كثيرا. فأنا سألت: سمعت خيرا أم شرا؟ قال: سمعت عنك الصراحة والصدق. قلت له: هذه شهادة أفتخر بها، ولذلك بمنتهى الصراحة والصدق أوجه كلامي أن النجاح في تجربة الحكم الفيدرالي، النظام الفيدرالي في العراق التي يعول عليها أبناء شعبنا في كردستان يستلزم الإيمان بالدستور، والذي من أهم مفردات الإيمان بوحدة أرض العراق، ويستلزم كذلك
أن النظام الفيدرالي يستلزم كذلك الإيمان كما أن النظام الفيدرالي يعطي الحقوق فإن عليه الالتزامات. نقولها بصراحة وبنية صادقة وليس عندنا أي شيء آخر. كل عراقي في كل أرض العراق، في وسطه، في جنوبه، في غربه، لا يقبل ويتألم إذا كان هناك موظف في كردستان لا يستلم راتبه لمدة شهر يتأخر، فضلا عن 3 شهور. كل العراقيين هم أصحاب غيرة وأصحاب كرم وأصحاب مروءة ولا يقبلون هذا الوضع. علينا أن نعترف كقادة سياسيين أننا نحن الذين نتحمل هذه المسؤولية باختلافاتنا، وعلينا أن نتحمل المسؤولية في اتفاق جديد يحقق العدالة والرفاه لكل أبناء شعبنا. مرة أخرى، وهذه الزيارة كما قلت الزيارة الأولى لي كما قلت لفخامة السيد رئيس الإقليم، هذه ليست أول زيارة للسليمانية إنما أول زيارة للإقليم، وهو استغرب من ذلك. قلت له إن شاء الله استفتاح خير إن شاء الله. نستبشر كثيرا بالخير. أملنا بالأخوة في قيادة الاتحاد الكردستاني أن يكون مؤتمرهم مكللا بالنجاح، وأن يركز على القضايا الأساسية التي تمس حاجة وتطلعات أبناء شعبنا الكردي في الإقليم. وفي ذكرى الاتحاد الكردستاني لابد أن نستذكر الراحل العزيز بل الشخصية الكردية صاحبة هم القضية الكردية وصاحبة الهم الوطني، الراحل مام جلال رحمة الله على روح الطاهرة. أملنا بالأخوة قادة الاتحاد الكردستاني في مقدمتهم كما قال الدكتور عبادي الرئيس السابق للاتحاد الأخ باقي الطلباني، وإن شاء الله الرئيس القادم. أملنا السير على هذا الطريق، إكمال طريق مام جلال في الدفاع عن قضايا كردستان وفي الدفاع عن وحدة أرض العراق. والسلام عليكم ورحمة الله. سپاس بۆ بەڕێز قەیس خزعەلی ئەمینداری گشتی ئەسایبی ئەهلی حەق. وتاری بەڕێز دکتۆر موسەنا سامەڕایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم بافەرمێت. يتفضل الآن رئيس تحالف العزم الدكتور مثنى السامرائي لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد المحترم، سيادة رئيس إقليم كردستان السيد جرفان برزاني، الأخ السيد بافل طلباني، السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة المحترمون أعضاء وقيادة الحزب الوطني الكردستاني، قبل البدء أولاً أود أن أتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي وأهالي نينوى على وجه الخصوص أهلنا في الحمدانية بأحر التعازي بسبب حادث وفاجعة الأمس التي راح ضحيتها العشرات من أهلنا، سائلين المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته. الحضور الكريم، يسعدني أن أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لحزبكم وانتخاب قيادة جديدة له
وفق الأطر الديمقراطية وانطلاقا من المصلحة العليا لتحقيق أهداف حزبكم والقضايا النضالية التي عملتم من أجلها والتي دافع من أجلها وأرسى قواعدها فخامة الرئيس الراحل المؤسس مام جلال، مستذكرين معكم اليوم هذا المناضل الكبير ودوره وإرثه الذي تشارك فيه مع جيل التأسيس قيم الحرية والعدالة والازدهار، وما أنتم اليوم تكملون المشوار والمسيرة من أجل إنجاز الاستحقاقات الديمقراطية التنظيمية التي هي أساس الاستحقاق الديمقراطي الوطني، بما يحمله من معاني الفهم العميق لظروف تجديد الرؤية وتعزيز الدماء الشبابية في العمل القيادي وتحديث الخطط بما ينسجم مع تطلعات الجمهور وشعبنا الكريم والقواعد الحزبية، متمنين لكم من كل قلوبنا الموفقية والنجاح في تحقيق أهدافكم، وأن يخرج مؤتمركم هذا بالقرارات والخطط التي تعزز من مكانة حزبكم في الحياة السياسية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. الحضور الكريم، يتحمل الجميع اليوم المسؤولية بدعم عجلة العملية السياسية واستمرارها بعد كل الظروف التي يتعرض لها البلد خلال 20 عام التي مضت، والتحديات التي واجهته متمثلة بعبور مرحلة مواجهة الإرهاب والتحديات السياسية الأخرى، وصولا اليوم إلى استحقاقات المرحلة الحالية المتمثلة بضرورة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات ومواجهة المشاكل الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، وكل ذلك يتطلب تضافر الجهود من خلال دعم الحكومة في مساعيها، فحماية المسار الديمقراطي مهمة للجميع بالتحديد وللأحزاب ذات التاريخ النضالي والمؤسسات الحكومية ومنها القضائية والمرجعيات الدينية، كونها صمام الأمان والضمان لديمومة فعالية النظام السياسي وأهمية تعزيز علاقة الحكومة الاتحادية مع الإقليم وفق الدستور والأطر القانونية. نتطلع في هذه الأيام لإنجاز الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بإجراء الانتخابات مجالس المحافظات، والتي تمثل خطوة مهمة وفرصة حقيقية لمرحلة جديدة من أجل تطوير المحافظات وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين وتذليل الصعوبات وحلحلة المشاكل ووضع الخطط التي تنسجم لحاجات تطلعات العراقيين في تصدي للتحديات الكبرى التي يواجهونها. السيدات والسادة، لقد واجهت المحافظات المحررة مرحلة صعبة في السنوات الأخيرة وتطلب ذلك تضحيات كبيرة، وما زالت تنتظر عناية أكبر لإنجاز مشاريع الإعمار والاستقرار فيها بعد الدمار الذي تعرضت له بسبب الحرب على الإرهاب والتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون جميعا. لأجل ذلك وكل ذلك يتطلب من تحالف إدارة الدولة ومن خلال قادته في توثيق الاتفاق السياسي ودعم السيد رئيس الوزراء لاستكمال الجهود الحكومية بهذا الصدد. خالص التمنيات لإخواننا في الاتحاد الوطني الكردستاني لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي وإلى مزيد من الاستقرار والازدهار في إقليم كردستان عموما ومحافظة السليمانية على وجه الخصوص، متمنين لهم الموفقية والنجاح في جهودهم الحثيثة من أجل تحقيق هذا المنجز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاس بە بەڕێز دکتۆر موسەنا سامەڕایی سەرۆکی هاوپەیمانی حەزم. وتاری بەڕێز حاکم ليث جابر سەرۆکی ئیشرافی قەضایی بافەرمێت. يتفضل الآن رئيس الإشراف القضائي القاضي ليث جابر لإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. فخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق المحترم، سيادة رئيس إقليم كردستان المحترم، الأستاذ بافل طلباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المحترم، السيدات السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمناصب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة مؤتمركم الانتخابي الخامس للحزب، أنقل لكم ولقيادات وجماهير الحزب أرقى التهاني والتبريكات من لدن الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان المحترم، مع اعتذار سيادته عن عدم الحضور شخصياً لهذا الحفل الوطني لسفره خارج البلاد، وأنه ليقدر عالياً المسيرة النضالية الطويلة لهذا الحزب العريق والمكتنزة بالتضحيات الجسام والتي قدمها من أجل الحرية والديمقراطية وللتخلص من نير الاستبداد والطغيان، ومستذكراً في الوقت ذاته وباعتزاز كبير الدور النضالي والوطني للمؤسس الراحل طيب الذكر مام جلال رحمه الله، ومسيرته المشرفة وفق منهج الوسطية والاعتدال من أجل وحدة العراق، ومتمنياً لكم ولجميع الأعضاء في المكتب السياسي ولجماهير الحزب دوام النجاح والتوفيق والتقدم لما فيه خير العراق وأهلنا في إقليم كردستان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاس بۆ بەڕێز حاکم لێث جابر سەرۆکی ئیشرافی قەزایی. ئامادەبانی خۆشەویست، ئێستا لەگەڵ گروپی میوزیکی لوڕ گوێ لە نمایشی مارشی مەشخەڵان و سرودی ئەی شەهیدانە گرین پێکەوە بافەرمون. والآن تقدم فرقة اللر الموسيقية عدداً من الأناشيد الوطنية.
سپاس بۆ گروپی میوزیکی لور. ئامادەبوانی خۆشەویست، ئەو تێکۆشەرە دێرینانی کە لە ساڵی 1976 و لە دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بەردەوام خەبات و قوربانیان داوە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، لە کۆنگرەی پێنجەم ڕێزیان پێشکەشەکرێت. خەڵاتی یەکەم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ بەڕێز هەڤاڵ عومەر شێخ مووس، ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەلایەن بەڕێز هەڤاڵ شێخ جەعفەر شێخ مستەفاوە پێشکەشەکرێت. بەڕێز ئیسماعیل عەبدوڵڵا مستەفا عەبدوڵڵا. بەڕێز بەهادین ئەحمەد حەسەن مەحموود. بەڕێز جەبار عەبدوڵڵا حەبیب فەتحوڵڵا. بەڕێز حەسەن وسمان حسێن وەتمان. بەڕێز هەڤاڵ حسێن کەریم قادر محەممەد. هەڤاڵ حەمەد مەولود خدر. هەڤاڵ خدر محەممەد ئەمین عوسمان. هەڤاڵ زرار ئەحمەد سلێمان عەبدوڵڵا. هەڤاڵ زیاد عومەر باپیر. هەڤاڵ سعود عەلی خالید عەلی. هەڤاڵ صدیق مستەفا ئیبراهیم ئیسماعیل.
هەڤاڵ عادل شکور ئەحمەد حەمید هەڤاڵ عەبدوڕەحمان حەسەن حاجی مەلامام ئاغا هەڤاڵ عەبدوڵڵا سەعید محەممەد هەڤاڵ عەبدوڵڵا هەمزە ڕەشحەمە هەڤاڵ عوسمان محەممەد ئەمین عوسمان هەڤاڵ عوسمان محەممەد ئەمین فەقیر هەڤاڵ عەلی ئەحمەد عەلی مەحموود هەڤاڵ عەلی خدر عوسمان ئەحمەد هەڤاڵ فوئاد عومەر جەلبی محەممەد هەڤاڵ فەرهاد عەزیز صدیق ئەحمەد هەڤاڵ مارف صابر محەممەد هەڤاڵ محەممەد ئەبووبەکر قادر ئەبووبەکر هەڤاڵ محەممەد عەلی مامەند هەڤاڵ مستەفا ئیبراهیم محەممەد ئەحمەد
هەڤاڵ مستەفا عەبدوڵڵا ئیبراهیم عەوڵە. هەڤاڵ هادی یوسف حسێن ئەحمەد. هەڤاڵ وشیار ئەحمەد مەولود محەممەد. هەڤاڵ وشیار ئیسماعیل قادر ئیسماعیل. هەڤاڵ عەبدوڵڵا مصەلح محەممەد ئەمین تەها. هەڤاڵ جەبار عوسمان ساڵح ئەحمەد. هەڤاڵ علی حەسەن حەمەد. هەڤاڵ علی شامەر ئەمین کەریم. سوپاس بۆ ئامادەبوانی بەڕێز کەسایەتی و لایەنە سیاسیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان. هەڤاڵانی کۆنگرە ئێستا پشوو وەردەگرن تا کاتژمێر 5. لە کاتژمێر 5 دەست پێ دەکەینەوە. أيها الحضور الكرام، نشكر الضيوف الذين حضروا إلى هذا المؤتمر ونتمنى لهم الصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.